كانت عايشة في إحدى الدول العربية مع جوزها، وفجأة جت بولادها ال3. جت لأخوها سندها في الدنيا، قعدت تعيط وتقول له الحقني، جوزي طلقني ورماني في الشارع بولادي. أخوها جه يتصل بجوزها، قالت له لأ، ما تتصلش ولا تعبره عشان ما يقولش إن أنا برمي نفسي عليه. فتحت شقة أبوها اللي هي في وش شقة أخوها، وجابت واحدة نظفت الشقة وقعدت، وقالت لأخوها الشقة البياض بتاعها بقاله سنين، أنا عايزة أبيض الشقة. فعلا بيضها لها. شوية طلب التكييف، قالت له أصل ولادي واخدين على التكييف، مش طايقين الحر في جو مصر. كان عامل يا قلب أمه جمعية علشان يوضب شقته ويشتري عفش جديد. استأذن مراته وبدأ يحقق لأخته كل طلباتها، وشاف شغلانة تانية علشان خاطر يتكفل بمصاريف أخته وولادها. نسيت أقول لكم إن ولادها أطفال صغيرين لسه ما دخلوش المدارس. ابنها الكبير هيدخل مدرسة بعد سنة. القصد الهانم عاشت سنة كاملة على قفا أخوها ومراته، وتقرف في مراته زي ما يكون ضرتها. وبعد ما رستقت نفسها وضبت شقتها وجابت كل اللي نفسها فيه، في يوم قالت لأخوها أنا جوزي كلمني وهرجع له. أخوها استغرب، قال لها إزاي هو مش طلقك؟ قالت له لأ، أنا نسيت أقول لك، ده كان مطلقني شفوي، فأنا ولادي عمالين يعيطوا ويزنوا عايزين أبوهم، فأنا هرجع له علشان ولادي يتربوا في حضن أبوهم. خدت ولادها وسافرت لجوزها. قعدت حوالي 4 شهور، ما اتصلتش مرة بأخوها ولا مراته تشكرهم. عارفين، زي ما يكون ملهاش أخ، خلاص مصلحتها انتهت. بعد 5 شهور من سفرها نزل جوزها مصر. أخوها شافه وهو خارج من الشقة بتاعت أبوه، فبيعاتبه، يقول له أنت جيت إمتى؟ قال له أبدا، أنا جيت امبارح بالليل ومرضتش أخبط عليك علشان ما أقلقكش. قال له أنا زعلان منك قوي. قال له ليه بس يا نسيبي، ده أنت حبيبي وصاحبي، زعلان مني ليه؟ قال له بقى تطرد أختي بولادها وتسيبهم سنة كاملة في مصر من غير ما تصرف على ولادك، بقى تطلق أختي وتخليها مقهورة ومحتارة تأكل عيالها ازاي. خلتني شفت شغلانة تانية علشان أتكفل بمصاريف ولادك وأختي. جوزها استغرب من الكلام، قال له ايه الكلام الفارغ ده؟ أختك مين اللي طلقتها؟ ومصاريف ايه اللي ما كنتش ببعتها؟
أنا كنت كل شهر ببعت لأختك 2000 دينار مصاريف تكفيها هي وعيالها بزيادة. أنا نازل مصر علشان أختك قدمت على شقة في كومباوند في المعادي، ونازل مصر علشان أخلص إجراءات استلام الشقة. قالت عايزة تأمن نفسها. أختك مين اللي مبصرفش عليها؟ أختك دي كدابة. أنا عمري في يوم ما قصرت معاها. دهب، لبس، مصاريف، حساب في البنك، مش مخليها محتاجة حاجة. أختك كانت بتاخد مني الفلوس وتحوشها، وكانت عايشة على قفاك. ما اتصلتش عليا ليه وقتها؟ قال له رفضت. جيت اتصل عليك قالت لي لا. هيقول ايه؟ يقول ان انا برمي نفسي عليه. اوعى يا اخويا. ورفضت تديني رقمك علشان اكلمك. قال له رفضت عشان كدابة، علشان تستنزفك. اكيد عرفت انك معاك قرشين، حبت تاخدهم. ما هي اختك انانية، ما بتحبش غير نفسها. اسألني انا. قال له فعلا. مراتي قالت لها ان احنا عاملين جمعية عشان كنت عايزة اغير الشقة، وانت عارف القنطري بتاعي باظ. ما انا متجوز بقالي 30 سنة، كنت عايزة اجدد عفش بيتي. جمعية بقالي 3 سنين ونص، انا ومراتي نقطع من قوتنا وندفع. فقبضت 100,000 وكنت هعمل بيهم. جت مراتك شفطته. قال له اديك قلت. عرفت انك معاك فلوس، استخسرتهم فيك. تستاهل. شوية الهانم بتتصل بجوزها، راح معلي السبيكر عشان يسمع اخوها. فقالت له ايه يا حبيبي، وصلت بالسلامة؟ قال لها ايوه. قالت له الحمد لله على السلامة. هتروح الشركة امتى عشان تخلص اجراءات الشقة وتجيب لي العقد معاك وانت جاي؟ فاخوها اتكلم وقال لها يعني جوزك ما طلقكيش وقعدتي سنة كاملة تكدبي عليا وتخليني اصرف عليكي، وشايفاني تعبان اطلع من شغل لشغل وانت مش رحماني؟ ليه كده يا اختي؟ ليه كده يا اختي يا بنت امي وابويا؟ ليه وانت معاكي وربنا موسع رزقك؟ ما قلتليش ليه؟ من بجاحتها ردت عليه وقالت له واقول لك ليه؟ دي اسرار بيوت. محدش قالك تصرف عليا، انت اللي اتشمللت وصرفت. وفيها ايه لما تصرف عليا؟ هو انا مشبهش المعدله مراتك؟ كمان انا اولى بفلوسك من مراتك. ولو سمحت ما انتش تكلمني تاني، وانسى من هنا ورايح انك انت ليك اخت. اخوها من حالة الذهول والحزن عينه دمعت، مسك دموعه بالعافية. جوز اخته قال له ما تزعلش، هي دي اختك، ادعي لها ربنا يهديها لنفسها. اختك مادية، نفسها وبس. اخوها يقول انا عمري ما هسامحها. انا حاسس ان انا خلعتها من قلبي. انا ما بقيتش طايق اشوفها ولا اسمع صوتها، وبفكر ابيع شقتي علشان ما بقاش جارها، وفي يوم من الايام ما اشوفهاش.
هي الدنيا جرى فيها ايه؟ معقولة في اخوات بالشكل ده؟ بصراحة انا مش لاقية كلمة اقولها لك غير ان اختك فعلا انانية مادية، ما يهمهاش غير مصلحتها وبس. استعوض ربنا في اللي صرفته، وربنا يعوض عليك، وإن شاء الله هيعوض عليك. انتم ايه رأيكم في تصرف الأخت الأنانية دي؟ في انتظار آرائكم. أشوفكم على خير.